صباح الخير. حلقة جديدة النهاردة من حلقات قناة حياتنا مع دكتورة هلال، وأنا دكتورة هلال. كل سنة وأنتم طيبين. حلقة النهاردة هتعجبكم أوي. هنتكلم فيها عن إزاي تتكلمي مع بنتك في الأمور الخاصة، وإمتى تتكلمي معاها، وإيه أحسن سن تتكلمي معاها. أحسن سن تتكلمي مع بنتك في الأمور الخاصة طبعا اكيد هو سن البلوغ. كلنا هنقول سن البلوغ، لا، الحقيقه ان البنت لازم تبداي معاها من اول ما تبدا تفهم الحياه، يعني من 4-5 سنين. اول ما تعرف يعني ايه حياه، يعني ايه ناس، يعني ايه تلبس هدومها لوحدها، يعني ايه تحضر الشوز بتاعتها لوحدها. اول ما تبدا تفهم الحياه نبدا نتكلم معاها. اول ما البنت يبقى سنها 4 أو 5 سنين نبدا نتكلم معاها ازاي ما تخليش حد يلمسها ولا يقرب منها. لازم تحافظ على نفسها، لازم تبقى عارفه ان مفيش حد في حياتها يقدر يجي جنبها غير باباها وعمها وخالها واخويا في البيت. بس هو ده اللي اقعد جنبه، اللي اهزر معاه، اللي اضحك معاه. بعد كده البنت هتكبر شويه، هيبقى سنها مثلا 10 سنين مثلا. في الفتره دي لازم لو بنت جميله، ويعني في الفتره دي ممكن البنت تتحجب. على فكره انا بنتي اتحجبت وهي عندها 10 سنين، لان الايام اللي احنا فيها والزمن اللي احنا فيه بقى صعب، يعني ما بقاش حد يقدر يستأمن على بناته مع حد. فاحنا دلوقتي لازم نخلي البنت تحافظ على نفسها ونشدد عليها في السن ده، لان مفيش حد انا بهزر معاه ولا بضحك معاه ولا بلبس قدامه مفتوح الا بابا وعمي وخالي واخويا في البيت فقط. ولا اي حد تتكلم معاه ولا تفتح معاه حوار. حتى لو انا ماشيه معاها وقابلنا مثلا حد جيراننا او كده، برضو مفيش. هو المتاح الاب والعم والخال والاخ فقط، دول انا استأمن بنتي عليهم. غير كده ما اقدرش استأمنها على اي حد. اللبس الداخلي ده نظافه شخصيه مهمه جدا. جزء النظافه الشخصيه ده لازم تكون ريحتها حلوه دايما. احط لها حاجات في التويليت دايما مهمه ان هي تحافظ على نظافتها الشخصيه. اقول لكم على شويه حاجات طبيعيه نحطها على طول عندنا نحافظ على نظافتنا الشخصيه. ولا هقول كريمات غاليه ولا مستحضرات تجميل غاليه نروح نشتريها منين، ولا الكلام ده خالص. في حاجه بتتجاب من عند العطار اسمها كربوناتو، بودرة بيضة بتتدوب على مية دافية، بتعطر الجسم وبتخليه جميل ونقي ومعطر. مادة قلوية بتعطر الجسم وبتخليه نقي وجميل ونضيف. تستخدميها سواء في الأماكن الحساسة أو على جسمك، وبعدها تغسلي الجسم بمية دافية. بتحافظ وبتنضف جسمك جدا. ازازة مية الورد، يعني لو جبناها وحطيناها في التويلت على طول، رشينا منها، استخدمناها على جسمنا، ريحة جميلة ونظافة مفيش بعد كده. لازم نعرف بنتنا الحاجات دي. لازم نسيب اللبس، التغيير اللبس ممكن في تقفيله في التويلت او في الاوضه جنب التويلت، يعني في مكان قريب بحيث ان هي ما تكسلش ان هي تغير هدومها دايما. يبقى حافظنا عليها من ناحيه النظافه الشخصيه، وعرفناها تكلم مين وما تكلمش مين. دي حاجه مهمه جدا انها تعرف تكلم مين وما تكلمش مين، وهي خارجه ما تكلميش مين وتعملي ايه. دي حاجات مهمه جدا لازم تكون عارفاها. فاحنا عرفناها النظافه الشخصيه واسلوبها في الكلام مع الناس وحركاتها مع الناس. تهتم بقى بمذاكرتها، ما هي سن برضو يحاول طفله برضو، يعني طفله طول ما هي عارفه ان هي مطلوب منها حاجات هتهتم بالحاجات دي وهتبقى عارفه تعمل ايه، لان دي حاجات مطلوبه منها وهتبقى عارفه ان هي لازم تاخد بالها من الحاجات دي. لكن هي عارفه ان الحاجات دي حاجات مش مطلوبه منها، صدقيني مش هتهتم. فلما انا كررت الكلام عليها مره واثنين وثلاثه و10 هتفضل محافظه على نفسها وعلى لبسها. المذاكره دي مهمه جدا، الصلاه يا جماعه مهمه جدا، المحافظه على النظافه الشخصيه مهمه جدا. البنت مش لعبه، يعني لازم نحافظ عليها. انت اكلمها في الامور الخاصه من سن 10 سنين، 10-12 سنه. اعرفها ان البنت لازم تحافظ على نفسها، وان البنت غير الست، وان الست مختلفه عن البنت، ولازم البنت تحافظ على نفسها، ولازم ما تخليش حد يجي جنبها. بحيث ان البنت لو صحت الصبح في يوم من الايام من بعد سن ال10 سنين بقى 11 12 13 لحد 15 لقيت نفسها بقت انسه، تبقى عارفه ازاي تحافظ على نفسها.
حتى لو ما قالتلكيش تكون انت محضره لها كل ادواتها الشخصيه اللي هي تقدر تستخدمها، تقدر تعمل كل حاجه وتحافظ على نفسها في الوقت المناسب اللي يحصل فيه كده. وربنا يخلي لنا كل بناتنا ويحفظهم لينا. وما ننساش حاجه مهمه جدا، علاقه البنت بربنا دي مهمه جدا. لو انا ما قررتش، وخد بالكم البنات بتنسى والولاد كمان بينسوا، بس موضوع الولاد ده بقى هنعمل عليه حلقه لوحده. وكل ده والله انا بكلمكم عليه بناء على تجارب شخصيه، مش كلام كده وخلاص. لو بقت علاقتها كويسه بربنا هتتحرى الصدق معاكي سواء انتي موجوده او مش موجوده. فخدي بالك ان علاقتها بربنا دايما تكون كويسه، هتلاقيها دايما متحريه الصدق معاكي سواء انتي موجوده او مش موجوده. ودلوقتي انا رجعت البيت، اخر حاجه بس احب اقولها لكم حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. الموبايل يا جماعه لما نسيبه مع اولادنا لازم نعرفهم ايه عيوبه وايه اضراره، ولازم نراقب عليهم في الموبايل لان دي حاجه مهمه وضروريه. بيشوفوا مين، بيكلموا ايه، بيعملوا فيديوهات، بيتفرجوا على فيديوهات ايه، بيكلموا مين. لازم نشوف الحاجات ديت لان دي حاجات ضروريه ومهمه ولازم نراقب عليهم فيها. يبقى احنا كده اتكلمنا عن النظافه الشخصيه وعن مراقبه البنت في مع ربنا وعن الموبايل والنت وعن علاقتها بالناس والاخرين وعن تتعامل مع مين ومش تتعامل مع مين، وكل دي حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكل سنه وانتم طيبين.